ورجعنا بيوم جديد ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اليوم أكلتنا لكل العراقيين اللي هي الطرشانة. الطرشانة بها أكثر من طريقة. تعرفون أنتم يعني أكيد مشاهدينا أنه الطرشانة مثلا بالبصرة تختلف عن بغداد، وعن بغداد تختلف عن كردستان الحبيبة، ويعني وعن الغربية. كل منطقة لها نكهتها الخاصة، بس هي تطلع بطريقتين ما تقبل ثالث، اللي هي اكو ناس تحب تحط وياها معجون، واكو ناس لا ما يحطون معجون. احنا رح نشتغلها بطريقتنا البغدادية اللي احنا متعودين عليها. نسمي بسم الله ونتوكل. اول شيء تمن، اكيد ويعني ما يعلى عليه انه عندنا التمن الابيض، ممكن اصفر ممكن، بس اغلبيه اهاليتنا الطرشانه وياها تمن ابيض. اليوم التمن هم غير طريقه، يعني هي نفس الطريقه المتعارف عليها اللي هي ماكو غيرها يعني. بس اني اليوم ويا الطرشانه حقلل الملح ويا التمن، بس يحمى عندي الدهن. اي تفاصيل ما عندنا، مباشره ادير التمن. انا دا احاول ابسط لكم الامور، يعني دائما نحاول يعني نوصل المشاهدين عوافي يعني ابسط الطرق البسيطه. جاهز تقريبا، هذا انتهى. اليوم استخدمت الضلوع، يعني احنا نسميه بلغتنا العراقيه الجميله دوش العجل اللي هي الضلوع. انا اخذت المنطقه الدهنيه اللي بيها اكثر دهن. اتمنى تجربون هاي الطريقه، يعني كلش راح تعجبكم. رح ناخذ الدسامه مال الغنم، احمس اللحمايه يعني بحيث الدهن اخليه يقسب عندي، بعدين اضيف وياه الطرشانه، احمس الطرشانه وياه او احمس العالوچه. وانا استخدمت بعض من بيوتنا الاعزاء يستخدمون الكشمش، ممكن تضيفينه ممكن ما تضيفيه عادي ما تضيف. واللوز انا استعمل اللوز بطريقه. اما اخير شيء الشكر، الحلاب الاخير نضيفه حتى تشتغل عندنا بس يحمى الدهن. هسه رح نبدي نحمس اللحمه الغنم اللي هو الضلوع. بسم الله. اريدها تحمسوها، يعني انا يعني قليل استخدمت ويا لحم الغنم، استخدمت الضلوع لانه بساعة تستوي، اللي هي من جهه الدوش. نقلبها بعدين راح افهمكم شلون راح تاخذ الطعم من عندها. هذا الدهن اريده كله ينحمس عندي. التمن عندي حولته على نار الهاديه، ما يطول التمن اكثر من 6 دقائق. هسه هنا عندنا اللي اريده اني. اول ما احمس الطرشانه، بسم الله. اعشق هاي الاصوات. طبعا ريحه الطرشانه بدها تطلع، ولحم الغنم وشي كلش رائع. نستعمل العلوچه هم احمسها طبعا، ايضا تنحمس. بالنسبه للوز، اللوز اكو بعض العوائل يحمسوها ويحطوه. احنا طريقتنا يعني مناطقنا القديمه اللوز يحطوه وياه، وانا احطه بكثره، يعني احب احمسه وياه ياخذ النكهات. واللوزه تبدي اللوز يعني لين حتى يكون طعمه طيب ويا الطرشانه. جربوا هاي الطريقه كلش رح تعجبكم. هسه نبدي نحمس هنا. تشوفون شلون بدات تنحمس عندي الطرشانه ويا لحم الغنم. هنا تخلون العالوچه والطرشانه تتناغم ويا لحم الغنم ويا دهن الغنم. ما تحطون الشكر. اكو بعض الاخطاء انه بالبدايه يحطون الشكر فتطلع عندهم مرات معصيه، يعني ما تكون. هنا عندي رشه كركم بس فقط. انا بالنسبه لي اطبخها بهاي الطريقه، فقط كركم وكل شيء ما احط وياه. طبعا رشه الملح قليل جدا، يعني ضروري بكل اكله رشه ملح طبيعي. هسه تلاحظون بدت يعني تتماسك، هي كانت منقعه. هسه ابدي احط المي. هسه راح ادير المي. بسم الله. انا ما احبها، يعني احب مي قليل بيها.
تمام. انتظرها بعد تفور. بس أريد أقلب التمن. التمن بسم الله اللهم صل على محمد. شوفوا التمن تقريبا خلص. طبعا ريحة الدهن الحر يعني شوفوا حبايته. أنا دا أعطيكم أسهل الطرق اللي ممكن أنتم تشتغلون بها. هذا التمن جهز بعد خلص. سأطفيه أحطه هنا على صفحة. خلص التمن خلص. حاليا فات 10 دقائق بدت عندي تفور. أنا نصيتها شوية. هسه حبدي أقدر أدير الشكر. تشوفون شلون تغيرت الألوان مالتها والدهن مالتها بدأ يفصل. الشكر حسب الرغبة يعني مثلا احنا نقول يعني تقريبا 100 غرام. 100 غرام يعني أقلل، يعني 150 غرام أنا حاطن، أقلل 100 غرام، أقلل عفوا 150 غرام. يعني هي حلاها من تنسون. مرات اكو ناس تحط عصرة حامض، ممكن، ليش لا يعني عادي. عصرة حامض قليل. هسه بعد 10 دقائق واعود لكم ان شاء الله. طبخة الطرشانة اللي هي القيسي ويا التمن الابيض راجع لكم ان شاء الله. ورجعنا وياكم بعد 10 دقائق الى 12 دقيقة. اشوفكم الابداع. تفرج. بسم الله. ما احكي لكم هنا اللي اريد اباعه. شوف تفرج. هاي المعشوقة هي من اللحم ويا الطرشانة. وشوفوا لي هنا الطرشانة شلون منفوخة، يعني مستوية ومرتاحة كلش، وماخذة طعم الحموضة والحلاء وطعم اللحم الغنم. يعني ما انحمسته وطلعت الدهن مالته، بحيث اتمنى تجربوها كلش راح تعجبكم. هسه راح نبدي نصب. عندنا هذا الطبق اختاريته، هذا واحد. راح اصب التمن. اول شيء راح اصب التمن. بسم الله اللهم صل على محمد. طبعا التمن طبعا دا اصب بيه اني، وريحه الدهن الحر تعط يعني ترست الاستوديو كله. كلهم دا يواعون يريدون شو وقت يخلص الحلقه دا يشيتون عليه. طبق جدا رائع. اختاريت اني هاي الكاسه حتى نصب بطريقه نقول تقليديه، يعني الاطباق المتعارف عليها، وشويه رح ندخل عليه بعض التعديلات. نحب نشاكس وياكم. تقريبا هذا بعد اريده اقدر اديره. تمام. بسم الله. تقريبا جاهز، كافي هذا. بس ابدي اضغط بعد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شوفوا الجمال بالصب. شوفوا شلون الطرشانة متعشقة وحدة باللخ. شوفوا اللحم أحطكم يعني فوق. طبعا أنا بعد ما أتحمل. لو يسمح لي المخرج هسه آكل. الطريقة هي كلش بسيطة، يعني استخدمنا طريقة كلش بسيطة. نقعنا الطرشانة، العالوشة نقعناها، وأتمنى تذوقون هاي الأطباق. أطباق عوافي جميلة جدا ويا اللوز. أنا خليت المي قليل كلش. شوفوا الجمال. بسم الله اللهم صل على روعة واتقان. أتمنى تعجبكم طريقة عوافي بتقديم الطرشانة. أنا أتابع كل تعليقاتكم، أي نوع حتى الصورة، ونتناقش وتطلع عندنا هاي الأطباق العراقية البغدادية الأصيلة. شفتوا الأطباق؟ الطرشانة
وديزاينها ويا التمن. انتظروني في حلقة قادمة. حياكم الله.